احنا دلوقتي كلنا بقينا سامعين علشان تتعلم الذكاء الاصطناعي artificial intelligence، تحليل البيانات data analysis، تعلم الآلة ماشين ليرنينج، التعلم العميق ديب ليرنينج، كمبيوتر فيوجن. عشان تتعلم اي حاجه من المسارات اللي انا قلتها دي، اول حاجه لازم تتعلمها انك انت ازاي تتعامل مع العمليات الحسابيه. ولما نيجي نذكر كلمه العمليات الحسابيه، اول حاجه المفروض تخطر على بالك اللايبرري اللي اسمها نمباي. اللايبرري اللي اسمها نمباي دي عباره عن ايه؟ بكل بساطه عباره عن ان هي كفاءتها وسرعتها اعلى بكتير من بايثون في العمليات الحسابيه. هتقول لي بس انا مش مصدقك. اقول لك الكود اللي يظهر قدامك ده بيثبت كلامي. تقول لي بس الكود ده انا مش فاهمه. اقول لك بس كده اكتب لي في الكومنتس ان انا مش فاهم الكود ده، وانا اشرح لك الكود ده سطر بسطر واعمل فيديو مخصوص ليك. دي اول حاجه. ونرجع لموضوعنا. هتلاقي ظهر عندك في التيرمينال بايثون خدت 32 ثانيه في العمليه الحسابيه، عمال نمباي خدت ثانيتين في العمليه الحسابيه. وده فرق كبير جدا يدل ان نمباي اسرع بكتير من بايثون. تقول لي طب ماشي حلو، انت كده اثبت لنا ان نمباي اسرع بكتير من بايثون. طب احنا محتاجين نتعلم نمباي. اقول لك باذن الله الايام اللي جايه 4 5 فيديوهات هنلم فيهم نمباي من 0 ل 100 مع 4 5 مشاريع عشان نفهم فيهم نمباي، علشان نبدا نخش في اي مسار من المسارات اللي انا قلتها في اول الفيديو. وبس كده، سلام.